ويش المنتخب المغربي ولا فعلا من أقوى المنتخبات في العالم. تصريح جديد ومدوي من المدرب الإسباني دي لا فونتي خلى العالم كامل كيهدر على الأسود. تخيل المغرب تحطي مع منتخبات بحال إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين والبرازيل كمرشحين للفوز بكأس العالم القادمة. قبل ما نبدأ، إذا كنت من الجماهير لي كتعشق المنتخب المغربي وكتآمن أن الأسود قادرين يصنعوا التاريخ من جديد، دير لايك واشترك في القناة وخلي رأيك في التعليقات. واش المغرب يقدر يربح المونديال؟ في تصريح أثار ضجة كبيرة وسط الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، خرج لويس دي لا فونتي مدرب المنتخب الإسباني بكلام قوي جدا على المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم القادمة. دي لا فونتي أكد أن المنافسة لن تكون سهلة، وأن هناك مجموعة من المنتخبات المرعبة لي تتدخل البطولة بهدف واحد فقط: التتويج بالمونديال. لكن المفاجأة الكبيرة هي أن المدرب الإسباني وضع المنتخب المغربي ضمن قائمة أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالكأس العالمية، إلى جانب عمالقة الكرة العالمية مثل إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا والبرتغال. هذا التصريح ما جاش من فراغ، لأن المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة ولا كيخوف كبار العالم. منذ الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 من الأسود وصلوا لنصف النهائي كأول منتخب إفريقي وعربي يديرها، والعالم كامل تبدلت نظرته للمغرب. المنتخب المغربي اليوم ما بقاش غير منتخب كيشارك، بل ولا منتخب كيدخل أي بطولة بهدف المنافسة على اللقب. الجيل الحالي عنده لاعبين عالميين كيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية بحال أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، إبراهيم دياز، يوسف النصيري وغيرهم من النجوم اللي أعطوا قيمة كبيرة للكرة المغربية. وزيد عليها الروح القتالية والانضباط التكتيكي لي ولا معروف به المنتخب المغربي، واللي خلى حتى أكبر المنتخبات تعاني ضد الأسود. فرنسا، إسبانيا، البرتغال وبلجيكا كلهم عرفوا القوة الحقيقية للمغرب. دي لا فونتي كذلك أكد أن كرة القدم تغيرات بزاف، وما بقاش كاين منتخب صغير ومنتخب كبير، لكن المغرب بالخصوص فرض احترامه على الجميع بفضل النتائج القوية والاستقرار الكبير داخل المنتخب. الجماهير المغربية من جهتها تفاعلت بقوة مع هذا التصريح، واعتبرته اعتراف عالمي جديد بالقوة ديال المنتخب الوطني. الكثير من المشجعين بداوا كيحلموا بإمكانية تحقيق إنجاز تاريخي جديد في كأس العالم القادمة، خصوصا مع التطور المستمر ديال اللاعبين والبنية الرياضية في المغرب. والمثير أكثر أن المغرب غيكون عنده دعم جماهيري خرافي، خصوصا أنه كأس العالم 2030 غتكون جزء منها في المغرب، وهذا الشيء ممكن يعطي دفعة معنوية كبيرة للأسود باش يكتبوا التاريخ فوق أرضهم وبين جماهيرهم. لكن السؤال الكبير الآن، هل فعلا المنتخب المغربي قادر ينافس على كأس العالم؟ وهل الأسود عندهم الإمكانيات باش يهزوا أغلى لقب في تاريخ كرة القدم؟ أكيد الطريق ما غيكونش سهل، لأن المنافسة فيها منتخبات قوية وعندها تجربة كبيرة، لكن المغرب أثبت للعالم إنه المستحيل ما بقاش موجود مع الأسود. دابا الدور عليكم، شنو رأيكم؟ فتصريح دي لا فونتي، وش فعلا المغرب مرشح قوي للفوز بكأس العالم؟ كتبوا آراءكم في التعليقات، ومتنساش تدير لايك وتشترك فالقناة باش يوصلكم كل جديد على أخبار المنتخب المغربي والأسود الأطلس.